هاي جايز، شلونكم؟ اخباركم؟ مساء الخير. انا الحمد لله زين. لا يطول بالكم علي يا عيني انتو، الله لا يخليني منكم. صدق انا بصراحة قبل جيت اقول انا اصور السناب لنفسي، اصور واسولف، اللي يرضى يرضى واللي ما يرضى بكيفه. بس يوم انا شفت حبكم الي و... أي شي يمسني يضوجكم ويأذيكم وانفعالاتكم وياي، صدق عرفت إنه أنا محبوبة. وصدق عرفت إنه أنا وراي ناس تحبني وتوقف لي، أكو ناس تكرهني وتأذيني. طبعا هاي الدنيا ماكو شي يعني ماكو شي يعني الإنسان ما تقدر أنت تخلي كل الناس تحبك ولا كل الناس تفكر بيك بالزين أي ما تقدر. وأنا هاي أولا، ثانيا أنا قاموس إنه الناس ترضى علي وما ترضى علي، هذا أنا ما يهمني. أنا بس يهمني رب العالمين. وحتى لو أنت هسه تدخلين تقولين أنت تتكلمين وتقولين تريدين رضات، أنا أقول رضات رب العالمين. ما حد يعرف شنو بداخل الإنسان، ما حد يعرف. والله أنا دائما أقدم الخير. لا يضل بالكم، لا أنا يعني يوم طلعت من الكويت، طلعت وجوازي أنا بيدي وأموري، ماكو شي يعني إنه أحد يقدر يسوي لي شي، ما حد يقدر يسوي لي شي، والله موجود. ما حد يقدر يسوي لي شي، الله موجود. ثانيا أنا مرة ما عندي الناس القضايا والجرايم والمصايب السوداء. دائما أنا حبوبة، أضحك، مو على مودكم، على مودي أنا. طبيعتي إنه إيجابية، ما أحب يصير يعني كنا عندنا مصايب مو مصايب صحيا، نفسيا، ماديا. بس دائما أقول الناس ما لها علاقة، هاي واحد. وثانيا إذا أنا أبقى أذي نفسي إنه والله أنا هيك ظروفي، أنا هيك والله ليش سويت، ترى بس أنت تتأذى ويخلص يومك على تعب وأذية وما شفت منه شي، والعمر يركض، وبين رمشة عين الإنسان يموت. ياما كل شي ما بيهم على قاعدين على القنفة وماتوا، من أكبر الناس لأصغر الناس، وإحنا كنا سواسية، بس كنا بالأخير نفس الشي. فالحمد لله والشكر، أنا ما دام الله وياي وملائكته، فحتى يوم دخلوا علي بالكويت وسووا لي يسوونه، ما يقدرون يحتزوني أكثر، وما يقدرون يطلعوني من الكويت، وما يقدرون يبعدوني، لأن هاي أشياء جرايم كبيرة يسووها إذا واحد غلطان بشي. بس أنا ما غلطانة، أعطوني جوازي وأنا صح، بس قالوا لي غادري، قالوا لي انتي ما مرحب بك بالكويت، بس ما سووا علي ابعاد ولا شيء، بس قالوا لي ما مرحب، غادري ووقعين وتتغادرين بأقرب وقت. بس أنا بقيت وراها، بقيت أسبوعين، لأن أنا مؤمنة إنه أنا ما مسوية شيء، وبالفعل أنا ما مسوية شيء، معدوم علي 1% أنا مسوية شيء غلط. بقيت لأن أني ما أحب الظلم، أني قوية بالله،
قوي. في ناس وقفت وياي بهذا الموضوع واجد، في ناس دخلت وغلطت وسبتني طبعا هذا كله يعني يتوجه الكلام والسب والغلط اللي موجودين في الكويت يتوجه للمحامي، وهو يعرف شلون يتصرف وياكم انتم. يقول لك يقول لك كل من يشوف نفسه وبعدين يشوف الطرف الثاني، كل من يشوف نفسه بعدين يشوف الطرف الثاني. لا حد يدعي المثالية، ولا حد يدعي انه هو ماكو منه وجواه خيسة مضمومة. ما حد. واحنا كنا نعرف وكنا نفهم شنو هناك موجود من تحت الطاولة، مو الفوق. طبعا اكو ناس محترمة واجد بالكويت، اكو نساء شريفات واجد بالكويت، ونفس الوقت الكفة اكو ناس مو زينة، اكو ناس ما محترمة، اكو نساء مو زينات هناك. بس ليش العين تكرم مدينة يطبطبولهن. بس الغريبة والجاية من آخر الدنيا حتى تشوف دولتكم تسوون بها هذا الشي، بس انتو غلطانين. دائما هاي يعني مني نصيحة، دائما أي واحد جاي من برا راح يمثل الدولة اللي هو جاي بيها، ويمثل انطباعه، وبعدين هو شنو راح يقول للناس والعالم. فالخطر اللي جاي من بعيد من برا وشون راح ياخذ نظرة عليكم. مو تعاملون بهذه الطريقة. احنا مو فيلم عصابات يدخلون علي فندقي وانا قاعدة بفندق. يعني مو كان رخيص باليوم بصراحة، يعني كان باليوم 40 دينار كويتي، يعني سعره مناسب انه 40 دينار كويتي، يعني انه مو رخيص. ودخلوا علي وكاميرات الفندق والريسبشن ما يقدرون يسوون شي، وقالوا لهم عطون غرفة مالتها المفتاح ريسبشن كله بالكويت. لا احنا ما نقدر نعطيك. بعدين انه شافوا بيدي تليفوني وشافوا بيدي الكارت مفتاح الغرفة، يعني الكارت، كتفوني البنات زين ونامن علي. يعني انتو ما شفتوا؟ لا قسما بالله الكريم فيلم والريسبشن يباعون وما قادرين يسوون شي. كتفوني البنات، يعني كأنما أنا يا جماعة أنا مسوية مصيبة، أنا مسوية جريمة، أنا مسوية شي. أول يوم وصولي للكويت، أول يوم وصولي، اللهم رحت ستاربكس، صورت سناب، ورحت الأفنيوز. الله وكيلكم محمد كفيلكم، ما مر علي 24 ساعة. المهم البنات جدفوني وباقوا أغراضي لين يريدون يدخلون للغرفة، غرفتي، وأني يعني حاطة جوازي وفلوسي بجنطة وقافلة عليهم يعني. المهم قبل ما أوصل هالنقطة إنه طبوا علي والبنات هيك يسووا بي. بعدين أنا خفت أقول يعني هذول يجوز خاف عصابة ولا شيء. أنا يعني لازم أشوف جهة رسمية. اتصلوا قلت لهم أريد بوليس، أريد جهة رسمية، أريد جهة رسمية بوليس حتى أعرف إنه هي حقيقة. قالوا لي عينك على تريدين البوليس، اوكي راح يجيك البوليس.
المهم اجى البوليس، يعني انا ردك عون، طلعت علي فرعون. طلعت المحسوبيات، الرجال المباحث يعرفون الدورية الشرطة اللي اجتي، فكان كان يقول لي البوليس انتي ليش ناديتينا؟ ها انتي لازم تروحين وغصبا عليك، واذا ما صعدتي وياهم بالصاعقة هسه اضربك. اي صاعقة؟ اي صاعقة؟ انا هيك اباوع عليه، قلت له اوكي، قال لي اذا ما صعدتي وياهم المباحث انا هسه بالصاعقة اضربك. وهذاك اللي جاي قاعد يحاولون يشيلوني حتى يدخلوني بالسيارات، يقول له والله لو ما المعارف، لو ما أنا أعرف هاي الدورية مال الشرطة، ها، ولو دورية ثانية كان شنو، كان ما قدرنا عليها. يعني أبو الشرطة الدورية اللي إجتي ويا أهل المباحث يعرفون بحث، بحيث يوم أنا ناديت البوليس أنا أريد أروح مركز شرطة جايز، أنا ما أريد أروح مباحث، أنا أريد أروح مركز شرطة، جهة قانونية، أنا ما أريد أروح مباحث. فمن أنا قلت لهم ما صعد وياكم إلا بوليس، إنه جهة رسمية، إجا البوليس طبق وياهم علي ويقول لي بالصاعقة أضربك بالصاعقة. المهم يوم قال للبوليس هيك عرس ونزل عليهم، كانوا كلبجوني والله جايز، هاي الايد كلبجوني، وهم لازم ما عندهم كلب الجات، اخذوا الكلب جات من البوليس، كلبجوني وشالوني شيل وانا رافضة اروح، شالوني شيل والدفر ويا العراقية يلي اصلك يلي فصلك يلي انتي كلام بذيء وسب. طبعا هاي ايدي انا كم يوم زرقة، هاي هسه لو اشوفكم لحد هسه زرقة من المسك، لحد هسه صار لش قد، وبعدها من هنا مثل مطبعة. زين يا العراقية يا الفعلك يا انا ماكو، ما ادري كل شي، ما ادري شو مسويه، وانا اول وفندقي دخلوا علي، لا انا دخلوا علي مع واحد، لا دخلوا علي انا مسويه اشياء تهريب واشياء مو زينه، ما توي داخله من نيويورك، الله وكيلكم واحمد كفيلكم، انا جايه برجولي استاهل. زين دخلوا علي، المهم اخذوني، يوم اخذوني والسياره مال المباحث، لو تدرون اكو اثنين شباب شنو كانوا يسبون علي، والله اليوم لعلمك الأدب والأخلاق الحميدة، والله اليوم لنيمك بالسجن وأخلي حذائي بحلقك، والله اليوم شوف ايش راح اسوي بيك. وتدرون شنو فتحوا اغاني مال مطرب عراقية ويرقص، قال لي هاي انا فرصتي كنت انتظرها ادخلك بهذا المكان. وكان شي كله للثاني، قال له اليوم احنا حصلنا من وراها ترقية، يعني كأنما أنا داخلة أول يوم من الكويت. بس شلون الترتيب بالكلام، شلون هم حصلوا ترقية من وراي، فلوس شلون حصلوا، شلون الموضوع كان يشتغل علي، أنا ما دا أفتهم يا الله. ويدور علي ويغلط علي ويدفل علي، أنا ساكتة بكلبتيني. وصلنا للمباحث نزلوني، فمن نزلوني طبعا نفس الشي، نفس الغلط ونفس اللي سوى، انا الله وكيلكم محمد، اللبس اللي لابسته هو هذا اللي نزلته، البلوزة الصفراء وبنطلون. المهم دخلوني، يوم انا وصلت صعدوني فوق اشوف الشنط، انا وياي 7 شنط، فلوسي اللي انا جايبتها وياي من امريكا، يلا تمام مرحب بك. بس احنا هسه مالنا يجي الصبح ويجون الضباط والمسؤولين، يلا ابعاد. انا شو مسوي؟ ما مسوي شي، ما نريدك. انا اليوم اي ندري انت اليوم دخلتي وندري كل الزين، بس ما نريدك.
انتي ما مرحب بيك، ويلا ابعاد ما نريدك. فانا تعرفوني نوبات اصير فاهي يعني هيك عندي يعني هذا البرود. قلت له زين اذا ما مرحب ليش انا دخلت؟ ليش من المطار؟ يعني انا فيزتي عند الوصول وعرفتوا كل شي عني دخلتوني ما صار 24 ساعة حتى تجون علي وتهينوني وتضربوني وتعاملوني بهالطريقة وانا اكون فريسة عندكم. قال لي وص ولا كلمة، اسمع شوف ايش راح اسوي بيك، شوف ايش راح اعمل بيك ولا تقولي، يقول لي لا تطالعيني، لا تناظريني بهاي النظرة تطالعين بي، انا هيك بس ابغى بي. المهم خلوني نزلوني تحت ويا انا احكي لكم كل اللي صار. نزلوني تحت بالنظارة السجن مال النساء. طبعا اكو نساء مسوين اشياء مو زينة وجرائم واشياء، وانا ما مسوية شي ونزلوني تحت. انا اول ما نزلت انا صح قوية بس ما قدرت اقاوم هذا الشي صار بي. اول شي قعدت اول شي بالنظارة اباع النساء حولي، ناس اشكال والوان، ناس لا لباس ولا شي، ما علي كل انسان ظروفه. تجاه المسؤولة جوا تعاملني وين المشهورة، وين البلوجر العراقية اللي جابوها؟ هاي انتي؟ يلا خلصيني، يلا تعي اعطيك اغراضك. قلت له يا اغراض تعطيني اياه؟ انا ماني باقي للصبح حتى انتي تعطيني اغراض. انتي من كل عقلك قاعد تحجين ولا كلمة. قلت لك شنو سويتوها علي وليه سويتوها علي؟ على شنو انتي قاعد تحجيني بهالطريقة وتعامليني بهالطريقة؟ انا ما سويت شي، ما سويت انا شي حتى تتعاملين بهالطريقة ولا كلمة. يلا انتي فوق عندك هذا فراشك وتنام. قلت يا فراش والله ماني نايمة واني قاعدة كاميرات فوقي. المهم انا تخربطت، صار عندي بانيك اتاك، صرت ارجف ودقات قلبي تسرع وحلقي صار اصفر وبحتي. امي ما تدري عني، سفارتي ما تدري عني، واخذوني داخل ومنزليني بالسجن وانا ما اعرف شنو مسويه، فريسة. وللصبح قاعدة بكي يعني ما رحت نمت. قل يلا روحي نامي، تريدني انام على السرير مال السجناء. قاعدة انا يم هيك الباب، قاعدة للصبح بس ارجف وجسمي يحرق وبانيك اتاك. المهم جو الصبح قالوا وين فلانة يعني اسمي. صار الصبح جوي صاحونا صعدوا فوق، جو الناس الضباط والقاعدين الصبح. كان يقول لي يا فلانة اطلعي. قلت له وين اطلع؟ قال لي اطلع من الكويت. اطلعي يعني احنا شوفي، احنا انت ما مسوية شي بس انت ما ريتك في البلد، اطلعي. اذا ما طلعتي بالطيب راح نطقك بعاد. قلت له لا ما ادري. زين انا ليش تطقني بعد؟ انا ما مسوي شي حتى تطقني. ماكو انسان، ماكو دولة بالعالم يجون يبعدون شخص هو لا مسوي جريمة بالعالم كله، لا مأذي احد، لا ماسكين مسكة انه هو مسوي شي غلط. ماكو نظام ابعاد. وين النيابة والقضاء والمحكمة والقاضي والوزير وكل شي؟ ماكو احد يجي يلزم احد ويبعده بدون سبب من اي دولة بالعالم. لازم يكون مسوي كرايم، جريمة. صح جايز ولا انا مخبله وقاعده احكيك ببعدي؟ ما يصير يبعدوني. قلت له انت ما يصير تبعدني ولا تقول لي اطلع. ليش بس اصح ليش؟ قلت له ماني طالعه، لو تبقوني انا وماني طالعه، وانا من حقي اخابر السفاره. لا احنا لحد هسه ما اعطينا خبر. ماكو شي واحد يسوي له ابعاد او دوله تقرر قانونيا، متحده، دول
عالم ما يصير الإنسان الغلطان اللي مسوي جريمة واللي يسوي صح يبعد. اللي جاي يا غريب كن أديب، اللي جاي أنا أحكي يا غريب يكون أديب. أنا ما سويت شي بأول يوم جيت الكويت، ولا بقائي ورا ما طلعت من المباحث أسبوعين سويت شي، ما سويت. بس يوم أنا ويا قانون والدولة ماكو أحد يبعد إنسان مقيم أو زاير أو أي إنسان جاي بدون سبب. والله إحنا ما عاجبنا أنت، وين إحنا قاعدين؟ شو الدكتاتورية هاي؟ قلت له ماني طالعة، تعرفوني أنا بعد عنودية، ماني طالعة. وإذا اتصل بسفارتي مالك متصل، وإحنا ما نعطي خبر سفارتي. قلت ليش ما تعطي خبر سفارتي؟ انطي خبر سفارتي. نقول لهم إحنا أخذناها لأن ما عليها شيء، لأن ما عليها جريمة، وهي ما مسوية شيء وداخلة من أمريكا. قلت له ليش انطيهم خبر؟ أول مرة يريدون يوقعوني على إبعاد وهذا. قلت أنا ما موقع على إبعاد ولا موقع على هذا الشيء، وأنت ما لك حق تبعدني، أنا ما مسوي شيء. المهم يلا قعدوها بغرفة، قعدوا ما نزلوني تحت، قعدوني بغرفة وفوق كاميرات يتناقشون بيناتهم على الفريسة. أنا قاعدة يدخل لي واحد وهو مقفول الباب علي، بس الجام يعني تخلي أنا معكفة هيك رجولي وقاعدة. كان يقول نزل رجلك العراقية، يعني كأنما العراقية هي مسبة، يعني نزل رجلك. شلون يعاملني؟ أوكي ما نزلته، أنا ما أحكي بس هيك ساكتة. هيك يعني بقوني تقريبا نص يوم، وبعدين قالوا لي اوكي بس انت لازم تغادرين بأقرب وقت، يعني حاولي اليوم تغادرين. كمان مغادرة بس وقلت حاولي. المهم طلعوني. شلون طلعوني انا وجناطي 7 جناط. والله شايفين الفيلم فيلم هندي قسما بالله الكريم. أنا و7 جناط باب الجنائية، ويا اللي تعدي خاف، يعني حتى بالتاكسي خاف. شنو هاي 7 جناط بباب الجنائية؟ شنو زين. وأثناءها التليفون مالتي أخذوا، التليفون مالتي هم سرقوه بالفندق، من غير ما سرقوه انغصبوني انه افتحه. فتحته وشافوه شنو صور